شايف صواريخ القبه الحديديه اللي قدامك ديت واللي بتواجه صواريخ المقاومه؟ دي تعتبر واحدة من أحدث وأذكى أنظمة الدفاع على مستوى العالم، لكن هل فعلا هي اسم على مسمى ولا جزء من البروباغندا الإسرائيلية؟ وإزاي أصلا بتشتغل؟ القبة الحديدية منظومة أنشأتها إسرائيل سنة 2010 واللي بتتكون من البطاريات اللي قدامك ديت. هي البطارية هي الجزء اللي قدامك دوت واللي بيكون داخله الصواريخ اللي جاهزة على الإطلاق والتعامل السريع والذكي. كل بطارية بيكون معها رادار وكمبيوتر بيتحكم فيها. الرادار واللي وظيفته إن يرصد حركة الصواريخ ويغذي أجهزة الكمبيوتر ببيانات الصواريخ ديت زي السرعة والاتجاه والارتفاع، بحيث البيانات ديت يتم استخدامها في توقع مسار الصاروخ. بعدها البطاريه بتطلق الصواريخ الخاصه بيها علشان تعترض صواريخ المقاومه وتفجرها في الهواء قبل ما توصل لهدفها، واللي على حسب كلامهم بتقدر انها تعترض 90% من الصواريخ ديت. وطبعا النسبه ديت مش شرط تكون دقيقه. القبه الحديديه مش فعاله بشكل كامل لانها ليها حد اقصى من الصواريخ تقدر انها تتعامل معاه، ونقط ضعف كتير زي التعامل